اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه وكمان سريعه زي ما عودناكم في مطبخ فيكي. هنعمل تخليل الزيتون التفاحي الاخضر. احنا عملناه قبل كده الزيتون التفاحي السريع. احنا كنا عاملينه بالشق وبالنقع واكلناه بعد 20 يوم. هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. المره دي هنعمله بدون نقع وبدون شق. ده هيقعد معانا فتره اطول. ده بقى بنخلله من السنه للسنه يفضل موجود عندك، ما يجرالوش اي حاجه، ولا بننقعه ولا بنشق ولا بنعمل فيه اي حاجه. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنغسله كويس وبس. دول 2 كيلو زيتون، لو محتاجين اكتر براحتكم، بس عايزاكم تحطوا في بالكم ان لكل 2 كيلو زيتون اللي هو التفاح نص كوبايه ليمون، عصير ليمون ما بنرميش القشر بتاعها، وربع كوبايه خل. وعندنا ميه، الميه دي مغليه واستنينا عليها لما بردت خالص. وعندنا ملح، وعندنا هريسه، وعندنا فلفل اخضر واحمر، وعندنا معلقه شطه ومعلقه بابريكا كبيره، ورق لورا. هي دي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها في تخليل الزيتون بتاعتنا. وعندنا كمان جزر مبشور حوالي 4 جزرات. الهريسه بتاعتنا ممكن ان احنا نحط كده معلقه كبيره منها، واشوف اذا حسيت ان انا محتاجه تاني ابقى احط تاني. دي الهريسه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. انا هنزل لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف علشان تشوفوها. وهننزل بالجزر بتاعنا اللي احنا مشرينه حوالي 4 جزرات صغيرين. ننزل بالنص عصير ليمون، ونص وربع كوبايه الخل، وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض. الخلطه بتاعتنا ديت حلوه قوي وكويسه قوي. اللي احنا معقمينه غاسلينه ومعقمينه كويس، وهنبتدي ننزل الخلطه الجباره بتاعتنا ديت فيه. مش قادره اقول لكم على الريحه، بامانه ريحه في منتهى الجمال. نحط بقى كده رق كده من الزيتون. انا هخلل معاه فلفل اخضر واحمر، وهنحط كمان الفلفل ده احنا غاسلينه وسايبين في العنق بتاعه. نحط كده جزء من الفلفل وجزء من الزيتون، رق زيتون ورق فلفل. الميه بتاعتنا، الميه ديت مغليه. هنعمل كده، الميه دي مغليه وسيبناها تبرد، ما اشتغلناش بيها الا لما بردت خالص. 3 كوبايه، 4، 5، 6. جبت كده 6 كوبايات. 6 كوبايات دي ميه مغليه حلو جدا، وسبتها تبرد خالص لولا ان انا اشتغلت فيها. معلقه بابريكا، معلقه شطه، ورق لورا، وهقلب الكلام الجميل ده. شايفين اللون؟ يعني جمال مفهوش بعد كده جميل. وهجيب معلقه لكل كوبايه ميه، معلقه ملح كبيره. ادي 1 معلقه ملح كده مليانه، 2، 3، 4، 5، 6. وهنقلب الكلام الجميل ده كله. عايزينه الملح بتاعنا كله يدوب. لو حابين تشتغلوا بملح خشن انا ما عنديش اي مانع. دي بقى الخلطه الحلوه ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن بابريكا، شطه، ورق لورا، دول 6 كوبايات ميه. زودنا كل كوبايه ميه، ما يعادل كل كوبايه ميه زودناها معلقه كبيره قوي ملح، معلقه كبيره ملح.
ننزل بقى بالخلطة الجبارة دي على البرطمان بتاعنا، واذا احتاجنا مية تاني هنحط لكل كوباية مية معلقة ملح كبيرة، نحط شوية بابريكا وشوية ايه وشوية شطة. نرص الليمون ده على الوش كده. عايزين نغطي السطح بتاعه كله بطبقة الليمون دي، ان طبقة الليمون دي هتعتبر عازل ما بين الزيتون بتاعي والهواء عشان ما يعملش ريم ولا يعمل اي حاجة. هو بإذن الله مش هيعمل اي حاجة من دي، انا كل حاجتي نظيفة مفرغة البرطمان جامد من اي هواء زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة كمان طبقة عازلة. كمان الغطا بتاعي هقفله جامد قوي. بصوا طبقة من زيت الزيتون بتاعنا، طبقة كده من زيت الزيتون تبقى عازلة برضو. والغطا بتاعي هحط على الوش كده كيس بلاستيك عشان يبقى الغطا بتاعي محكوم الغلق. واقفل بقى الكيس بتاعي. الكيس ده بقى هشيله كده بعيد عن الهواء وبعيد عن السخونية، وهحطه في مكان وهسيبه، مش هفتح عليه قبل شهر، وبعد شهر هوريكم شكله ايه. بس هو لونه وشكله وريحته بيتحدثوا عنه. هوريكم طبعا برومو ليه بعد ما يستوي، هوريكم شكله ايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هنزل لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع انا عملت الزيتون التفاحي السريه، وعملت الزيتون الشوكولاته او الزيتون التفاحي الاسمر، وده تالت نوع زيتون اعمله في القناه. هنزل لكم اللينكات في صندوق الوصف على اساس اي حد عاوز يعمل اي نوع من الثلاثه يبقى متوفر عنده يعمله. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. تابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن. تابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي ليكم.